السلام عليكم الخوت، تنتمنى تكونوا عيدتوا بخير وعلى خير. اليوم عندي لكم هاد الهميزه هادي، واحد المنزل للبيع كي تشوفوا في التصاور. يعني قبل ما نعطيكم التفاصيل بغيت نبين لكم هكا في التصاور. هاد المنزل هذا فيه صالون كبير وفيه قاع الدار كي تشوفوا هنا في التصويره، يعني حتى هي قاع الدار كبيره، والصالون هو داك اللي تيبان راه هو لداخل، وفيه هاد الحمام اللي مصلوح واحد الصلح يعني من داك الشيء رفيع كي تنقولها اجي وسكن، وعنده واحد الكوزينه كي تشوفوا التصويره اللي كبيره حتى هي مصلوحه. يعني هاد المنزل راه مصلوح، يعني صالحو مولع كي تنقولوا على خاطرو، لا من ناحيه الصباغه ولا من ناحيه تاع الجليش. وهنا هاد الفيديو تيبين هادشي اللي قلنا. ها الصالون كي قلت لكم دابا هنا، يعني الفيديو ما فيهش الحوايج، قبيله وريتكم تصاور بالحوايج، هنا دابا الفيديو بلا حوايج. يعني كي قلت لكم هانتوما تشوفوا الصالون راه كبير، قاع الدار راه كبيره، البيت كبير، المطبخ كبير، والحمام راه كبير. نجيو للتفاصيل. هاد المنزل هذا تيتواجد بواحد الدوار تيقولوا ليه ايت مسعود، يعني جا ما بين مراكش وطمنصورت على طريق اسفي، بعيد على مراكش بشي 14 كيلومتر. مولاه شاريه على طريق التنازل، طبيعة الحال داخل ليه الضوء كي تشوفوا، داخل ليه الماء، داخل ليه واد الحار. المساحة ديالو 70 متر كي قلت لكم، مولاه شاريه بالتنازل، واللي بغى يشري هاد المنتوج هذا طبيعة الحال غيتكاتب معاه عند العدول باش تكون الامور باينه وهاني، لا هذاك لا هذاك. بالنسبه لايت مسعود راه كلشي تعرفوا لي. بالنسبه للناس اللي هنا في مراكش، ايت مسعود راه عنده فيه الحمام، فيه الجامع، فيه السويقه تتكون من الخميس للخميس، وطبيعة الحال فيه الحوانت، يعني قريب لكل شيء، قريب من مدينه طمنصوص، قريب مدينه مراكش، الترونسبور موجود، يعني ما غتخمم في حتى شي حاجه. ولا كنتي مهتم بهذا المنزل هذا راه غتلقى في صندوق الوصف رقم الهاتف، يمكن لك تتصل بيا وما يكون غير الخير. بالنسبه نتوما اللي عنده شي منتوج، دار، بقعه، سياره، اي حاجه، مرحبا بك، اتصل بيا ونهنيك. وطبيعة الحال ما تنساش الاشتراك وانك دير بارطاج، والله المستعان.